اسوأ مسلسل ليوسف الشريف. طبعا يا جماعه قبل اي حاجه، اي حد عارفني عارف ان انا بيج فان للشابو يوسف الشريف. تقريبا سمعت له كل المسلسلات اللي عملها من وانا صغير، كمان متعلق بيه قوي يعني. من اول المواطن اكس، مرورا بقى بالصياد، كفر دلهاب، لعبه ابليس، النهايه، لغايه حتى كوفيد 25. مفيش مسلسل فوتته ولا حتى فيلم. الراجل ده يعني يعتبر اكتر ممثل انا بحبه في الجيل ده كله. زي ما قلت لكم كمان ذكريات الطفوله بتاعتي متعلقه بيه لغايه لما كبرت. راجل مميز دايما وبيعمل النوعيه اللي بتشدني، النوعيه اللي شبه الحاجات الاجنبي من الاخر يعني. بس رغم كل ده مش هيمنعني اقول ان المسلسل ده اوحش مسلسل ليه. يا جماعه بالمناسبه يعني مسلسل الصياد مثلا بالنسبه لي ده احسن عمل درامي في تاريخ مصر. فانتوا فاهمين يوسف الشريف بالنسبه لي في حته، يعني انا يعني لو في فان واحد ليوسف الشريف في الدنيا دي كلها يبقى انا. بس من غير ما اطول عليكم في المقدمه عشان انا اوريدي طولت، نخش بينا يلا على طول على ليه المسلسل ده هو اسوأ اعمال يوسف الشريف. كوبايه الشاي بتاعتك، القطايف واللطايف، يلا بينا نبدا. ليه فن الحرب اسوأ مسلسل يوسف الشريف؟ اول نقطه ودي واضحه ومش عيب يا جماعه خالص، بس هو يوسف الشريف مش لاقي في الكوميدي. الموضوع باين جدا انه استظراف وبايخ من الاخر، دمه تقيل، حاجه ما تعبوش خالص. بس هو ما ينفعش يمثل كوميدي، دي نقطه واهم نقطه تقريبا. وهنا تحديدا بتكلم على حلقتين معينين، الحلقتين اللي هو عمل فيهم مخرج والمفروض ان هو مخرج عشان ينصب على تاجر المخدرات ويرجع الفلوس. هو ايه اللي احنا بنتفرج عليه ده يا جدعان؟ ايه الرجوله اللي انت بتعمله ده؟ انت يعني راجل كاريزما، ليك وقار، ليه تقل الدم والاستظراف ده؟ انت اكيد حاسس بنفسك يعني. انا بحبك قوي فانا زعلان على اللي بشوفه. مشاهد كليشيه وكوميديا مثلا اللي هي من 10 سنين انتهت. انا بتفرج وزعلان بصراحه. الحلقه تقيله على قلبي. الفكره كمان بالمناسبه انا اهلي كمان بيك فان يوسف الشريف، فانا قاعد مع ابويا وامي يعني قاعدين بيتفرجوا، هم مش عايزين يكملوه، فانت وصلت لاكتر مراحل البواخه للاسف يعني. يبقى كده اول نقطه اتكلمنا عنها هو الاستظراف. الكوميديا مش بالعافيه، الموضوع ما فيهوش اي خفه دم، واظن غالبيه الناس الكوميديا دي زي ما قلنا تضحك قبل كده مش دلوقتي. فدي اول نقطه. تاني نقطه ودي برضه نقطه مهمه جدا، انت بايع قصه غلط. انت ولا منك ظابط القصه والحبكه زي مسلسلات يوسف الشريف اللي قبل كده، زي ما قلنا اكبر مثال الصياد مثلا، مش بني صح ولا عامل الموضوع بشكل جد قوي. ان زي ما انت اصلا بعت المسلسل في الاعلان ان الراجل ده المفروض بيرجع حق ابوه اللي اتسرق منه، ومش مجرد بيرجع حقه وخلاص، لا الراجل عنده بيستخدم كتاب فن الحرب، الكتاب اللي فيه كذا حاجه فلسفيه. الموضوع حلو قوي يعني، القصه نفسها كويسه. فانت بايع الموضوع بشكل منظور جد كويس قوي، بس تنفيذ الموضوع ده هزلي عبث، انت بتنفذ عبث. حتى تنفيذ الكتاب، الخطه مفيش اي حبكه. ففي نفس الوقت زي ما قلنا المسلسل انت بايعه ان هو مسلسل جد وفي لمسه كوميديا، بس التنفيذ كوميديا بس، فولا منك حصلت ولا وصلت، زي الواحده اللي بترقص على السلم، ولا طلعت فوق ولا نزلت تحت، محدش شافها حرفيا. ده المسلسل. ولا منك رضيت الناس اللي عايزه كوميدي زي ب 100 وش مثلا، عشان في ناس كتير جدا قالت ان المسلسل ده زي ب 100 وش. لا انت ب 100 وش داخل انت عارف انك بتتفرج على مسلسل كوميدي. بعيدا عن اسر ياسين ونيلي كريم، هم كده كده انت متقبل منهم الكوميديا، عكس يوسف الشريف انت مش واخد عليه في الموضوع ده. سيبك من حته متقبل ولا لا، بس الاعلان نفسه والفكره نفسها بايعه نفسها انها كوميديا، فانت بتتفرج مش مستني حبكه، مش مستني مثلا لا ازاي الخطه دي عدت، ازاي النصب ده كان معمول كده لازم ينصبه بالورقه والقلم. لا انت متقبل في الاخر انت بتتفرج على عمل كوميدي، فبتعدي معاهم اي حاجه. يوسف الشريف للاسف ما بعلكش الموضوع كده، هو بعلك الموضوع ان في فن الحرب وكتاب دقيق وبتاع ونظريات، بس التنفيذ اسوخ. انا اسفه والله، التنفيذ اوسخ من ب 100 وش حتى. فانا قاعد مش عارف احدد انا بتفرج على حاجه كوميدي فاتعامل على الاساس ده، ولا بتفرج على حاجه جد واتعامل على الاساس ده. فما حصلش ولا وصل زي ما قلنا، ودي اكبر عيب بالنسبه لي. يعني ابسط مثال يا جماعه في حلقه المخدرات دول برضه، هو ايه ده؟ هو يعني تاجر مخدرات، تاجر مخدرات معلم عايز يمثل، بين العبط والعبث ده هنعديه، عايز يمثل. فانت بتقول له ان انت مخرج معكش دولارات ولازم السينما الواقعيه، فالراجل هيقوم جايب لك 10 مليون دولار من جوه يخليك تمثل بيهم. احنا ده كمسلسل اطفال كده يعني، والله العظيم ب 100 وش ما عملوهاش. واعيد تاني، ب 100 وش لو عملوها ب 100 وش مسلسل كوميدي، انما ده مسلسل ليوسف الشريف المفروض مش كوميدي. هو لما طلع اتسال في اللقاء قال لك ايه؟ المسلسل فيه بلوت تويست وفيه كده بس فيه لمسه كوميديا. لا دي مش لمسه كوميديا، ده عبط، ده اللي بيحصل ده عبط يا جماعه. حاجه جانبيه برضه يا جماعه، والله مش جانبيه، المفروض تبقى حاجه مهمه، الاخراج بتاع المسلسل. انا متزاول، انا حاسس ان انا بتفرج على فيديوهات يوتيوب كيفيه تعليم المونتاج مثلا، فلسه بيعرفك اللقطات السريعه بتتاخد ازاي. فجاه تبقى الحلقه شغاله يعمل لك زوم ان على البطل، يقوم رايح لزوم ان تاني لقطات ورا بعض، مش ما يعني مش صايعه. برضه نفس فكره الكوميديا والموسيقى التصويريه نفسها، الحاجات دي تنجح من 10 ل 15 سنه.
كنت هتنبهر من غير ما تبص للتفاصيل. انما مسلسل يوسف الشريف يتقدم بالعبث ده، عيب 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 والله يعني. نيجي لتالت سبب، وده سبب برضو مهم جدا جدا جدا، ويعتبر من العوامل الكبيره برضو، ان توقعات جماهير يوسف الشريف نفسها. احنا كمحبين ليه يعني، او كل الجماهير او كل الناس حتى اللي مش بتتابعه بس فاهمين هو بيعمل ايه، عندهم دايما توقعات عاليه جدا لمسلسلاته. ليه؟ ببساطه عشان ده اللي قدمه هو الراجل على مدار اخر 20 سنه مثلا، مقدم لنا اعمال لعبه ابليس اضعافهم مثلا كان كوفيد 25. انت فاهم الليفل ده اضعافهم. في بقى ماستر بيس زي الصياد، لا الصياد ده انا في رايي هو من اعظم المسلسلات اللي اتعملت في تاريخ مصر. مسلسل بقصه ببلوت تويست، بكل خطوه محسوبه صح. انت بتتفرج على ملحمه الصياد ده. فهو مسلسل، ولما بدأ خالص رقم مجهول يا جماعه، عالمي برضه، اسم مؤقت. القيصر اللي طلع الجزء الثاني من اسم مؤقت، انتوا فاهمين الراجل دماغه عامله ازاي؟ هقول نقطه بكل صراحه، على رغم حبي الشديد جدا ليوسف الشريف، انا عارف ان انا بان من الفيديو ده ان انا بكرهه، بس قسما بالله هو فعلا افضل ممثل، اكتر ممثل مش افضل، اكتر ممثل بحبه انا في الجيل ده يعتبر. بس هي نقطه واضحه يعني، هو يوسف الشريف قدراته التمثيليه مش عاليه، هو ما تقدرش تقول ممثل موهبه فذه، لا هو ممثل متوسط. الفكره كلها فين؟ في دماغه، ان الراجل بيختار افكار صح، يختار افكار تشدك، يلعب على البلوت تويست اللي يخليك على اعصابك. الناس احترمت الموضوع ده ودي سكته، ومفيش حد حتى نفسه فيها، مفيش ممثل قدر يجاري يوسف الشريف في الموضوع ده. لعبتك يا باشا وناجحه وجايبه مع الجماهير، لما تيجي تعمل شيفت بالعقل بقى. انما اللي حصل ده كارثه بالنسبه لي بصراحه. فالناس توقعاتها كانت عاليه جدا، فلما شافت اللي حصل ده الناس احبطت. في ناس عاجبها المسلسل بالمناسبه، انا بتكلم عن رايي في الاول والاخر، رايي يعني مش قران. احنا عايزين نتعلم من الموضوع ده، ان احنا عادي صباح الفل ممكن مسلسل انا ابقى كارهه وانت شايفه احسن مسلسل ليه. اراء يعني، هو مش دين هو، ولا بكلمك في حاجه علميه. فصباح الفل خدوا الموضوع بالراحه كده، عشان ياسمين عبد العزيز انا جالي كومنتات مش مسحت بيها الارض بصراحه، مش فاهم ليه، كاني مثلا واكله ورث امي. فيعني الموضوع اوفر، فبالحب كده يا رجاله، احنا مش بنتعارك يعني. بس مسلسل زي الزفت، واللي عايز يعرفني يعرفني، واللي مش عاجبه على العموم رغم كل اللي انا قلته ده انا هكمل المسلسل. ليه؟ عشان بحب يوسف الشريف، انا بحب ظهوره في الشاشه بكل بساطه. الموضوع بسيط عشان كده بقول لكم، فمش عايزين تقل دم، الله يكرمكم في الاراء يعني، الدنيا عاديه. هكمله. وعلى فكره انا المسلسل اسوأ مسلسل يوسف الشريف، بس حط كده بين قوسين اسوأ مسلسل ليوسف الشريف. انما هو في الموسم الرمضاني ده احسن يعني. يا جدعان بصوا العوضي ولا ياسمين ولا يعني، هو بالنسبه لهم برضه ابوهم يعني فاهمين. فهو بالنسبه لي مسلسل حلو بالنسبه للسيزون ده، انما بالنسبه ليوسف الشريف المسلسل واقع جدا يعني. هكمله على امل ان شاء الله يعني ان يبقى فيه بلوت تويست فاجر يخليني اعدي العبث اللي بيحصل ده. بس انا خلاص فهمت فكره المسلسل، حتى لو مهما عمل بلوت تويست، الكوميديا وحشه فيه ومفيش تركيز ولا فيه مثلا خطه محسوبه صح. الموضوع هزلي يعني قوي. بس هكمله زي ما قلنا. لو وصلت بقى لغايه هنا، اللي يهمني في فكك من كل اللي عدى ده، اللي يهمني رايك انت يا باشا. خش قول لي رايك في مسلسل يوسف الشريف لو انت فان ليه، ولو انت مش فان ليه واول مره تخش تشوف له حاجه، قول لي انت انطباعك عن المسلسل. هل فعلا ده الشبه ب 100 وش، ولا انت فهمت قصدي ان لا في اختلافات كبيره؟ رد بقى على كل الاسئله اللي انت حاببها، وقول لي ايه احسن مسلسل بالنسبه لك السيزون ده. طبعا بالنسبه لي عين سحريه، وهنعمله حلقه لسه عن الليله دي كلها. وانت نازل بقى دلعني في الكومنتات كده، ما تنساش لايك، سبسكرايب، شير، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زقوا معانا الدنيا يا رجاله، عايزين 1000 مشترك. سلام. فيها غدر فيها مطوه انا مش عايز حاجه السكريبت مش عارف انا قلت ايه.